هذا قال لك مسيار والعرفي شنو الفرق؟ المسيار يا أخي هو زواج بشروطه وأحكامه، إلا أن يقع اتفاق بين الرجل وولي المرأة، يقع في تنازل في أشياء لكن بدون بنية البقاء، ليس مثل المتعة. طيب، والزواج العرفي على حسب علمي هو الزواج العادي بدون ما تروح تتزوج عند الحكومة، تتزوج زواج العادي. هذا قال لك إن كان هو قصاص وأنت من تكون. أنا شمسي، مرحبا بك، حياك الله، أهلا وسهلا. هذا قال لك ليش تدخل تطبل الطواغيت؟ كنا نحبك لما كنت داعية. من هم الطواغيت؟ فرعون، بوش، بلير، ولا طواغيت؟ انت تسمي شخص طاغوت، لو لم اقبل تسمى انا اطبل له. الله يا اخي، بارك الله فيك يا اخي، الله يهديك. احنا لا نطبل للطاغوت ولا نطبل حتى للعلماء. التطبيل يا اخي لاصحاب الموسيقى اخي. ثم طبل ايش؟ موسيقى ولا ايش؟ الشيخ خالد انت ولا ايش؟ طبل. العلماء الربانيين الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ بن هادي الوادعي، الشيخ محمد أمين الشنقيطي، الشيخ حماد الأنصاري، هذا العلماء الربانيين. بارك الله فيك. مشي واحد أصحاب دجاج وكفتة وتشيكن برجر بعض الناس لو أعدت السؤال 1000 مرة لا أجاوب عنه، غير ما تضيع وقتك. هذا قال لك يا حبيبي طيب دخلني نقاش هادئ. أي نقاش على أي شيء أخي؟ ماذا تريد تناقشني؟ هذا قال لك كلهم مرجئة علماء السلطان وجنود فرعون. من هم؟ سلمان العودة الذي أثنى على القذافي. سلمان العودة كان يمدح القذافي، أعطاه المال يمدح القذافي. سلمان العودة، نعم، ما شاء الله. ما شاء الله. سلمان ابن القذافي فضحهم. سلمان العودة، القرضاوي، قال لهم كانوا يجوا عندنا وأبوه يعطيهم المال. يجوز. أحبكم الله، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا قال لك أنت طالب علم ودائما تدافع عن شوف عقلية هذا الرجل مسكين، الله يهديه. عزوز، هذا عزوز يا راس القازوز، عزوز. أنت كلامك غير منطقي. إذا أنا لا أدافع عن الحكام، أخطاء الحكام، أدافع عن بعض الحكام الذي فيهم الخير، وبعضهم يقول لك لا يجوز الخروج عليهم. طيب، فإذا قلت غير معصومين، فأنت عندك عندما أدافع عن الصحابة هل هذا يعني بأن الصحابة معصومين؟ لا يا عزوز يا أخويا، عزوز كتر القازوز أنت. عزوز، الآن إذا دافعت عن إنسان مسلم، هل معنى بهذا المسلم معصوم؟ والله هذا عزوز، هذا مش عارف من جهة. عبالك الطامة يظن أن سؤاله سوف يفحمني. فرحان طالع ويسأل السؤال. يا إخوة الأخوات بارك الله فيكم، قبل أن تسأل السؤال اقرأ السؤال في رأسك ثم اكتب السؤال. ما تكتب السؤال على طول يا أخي. هذا ايش ناقشني حول بدل المشاري؟ ناقشني على اي باب زعما ايش؟ ما تناقشني ايش؟ هل هو مخطئ او ما فهمتك؟ لا يهمونك أعداء السنة. والله بعضهم مساكين، ما أقول أعداء السنة، بعضهم مسكين جاهل مسلم مسكين يطلع. الله يهدينا ويهديهم. أنت تدعي أنه يأمر بالخروج. أنا ما قلت يأمر بالخروج أخي، أنا قلت عندك كلام ضد الحكام أخي. فهمت؟ أنا أتذكر عندك كلام، ما قلت
يأمر بالخروج. خلاص أنا آتيك الآن به. أنا أتذكر في أخ، وهذا بدر مشارك كان يثني على محمد بن سلمان. ليش دافعوا عليه انتم؟ هو كان يثني على محمد بن سلمان، ولا انتم عدو صديقي؟ شيخ قبيله وانا شيخ عيد. اسمع اني بعلمك والله ما تفخر. عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير. ليش الصيف؟ بدر الله يكرمك، الله يسعدك ويرضى عنك. انا اتيك في فيديو هو رايت له يمدح محمد بن سلمان، لكن الان قال لك وفاته، قال لك مات. anyway ابحث على الفيديو مرة أخرى. لكن هذا الإنسان شمسي تعمل مناظرة مع ملحد علماني، أنا ما أفعل هكذا. قل له يأتي عندي أو يأتي عندي هنا وطلعوه وأعطيه الحس إن شاء الله تعالى، لأن كثير من المسلمين يخطأ، عندهم خطأ فادح وفاحش عندما يناظرون الملاحدة. يأتي بالملحد ويعطي الملحد المجال ويتكلم. الملحد لابد كما أقول لك تدمره من الأساس. الملحد ما عنده حقيقة مطلقة، ما عنده أي شيء. كيف يناظرك عن أي شيء؟ الملحد لابد تبين تناقضه. يأتي يقول لك عن القرآن، قل انسى القرآن، انسى كل شيء. أنت ملحد، أنت تؤمن بأن كل شيء صدفة. هذا كل شيء صدفة، تخيلات. ربما أنت نائم الآن. فهمت؟ فكثير من الناس لا يعرف كيف يناظر الملاحدة. يخلي الملحد يتكلم عن القرآن، يقول له القرآن. أنت ملحد، كيف تتكلم عن القرآن؟ أنت الملحد ما عندك فرق بينك وبين الدجاجة والحمار والكلب والخنزير والشجر والحجر. كلكم صدفة. فسبحان الله، رأيت